علاء مرسي: ضيعت موهبتي بأعمال لا ترتقي للذوق. اعترف الفنان علاء مرسي لأول مرة بندمه على تقديم بعض الأعمال خلال مسيرته الفنية، وقال: أنا دايما ظالم لنفسي، ودايما بستغفر ربنا على ظلمي لنفسي، فهي جريمة في حق ذاتي لأني ضيعت موهبتي اللي أكرمني الله بها. أنا ظلمت نفسي بأعمال لا ترتقي للذوق. أخرت مسيرتي وكونت مسيرة لم أكن أريدها ولا أطمح ليها. طموحي كان أؤثر بشخصية مهمة، ولكن اضطريت لتقديم شخصيات من أجل التواجد على الساحة أو المجاملات، وده ظلم ليا. معظم جيلي أصبح صف أول، وأنا أصبحت صف تاني. موهبتي تجعلني من أوائل الصف الأول، لكن أنا الآن صف تاني، وإحساسي إني من أعظم الفنانين الموجودين، لكن أنا مش صف أول. وأنا السبب لأني لم أصنع هذا المكان ليه، والإنسانيات الكتير في العمل بتضر، لكن أنا دلوقتي رقيبة على أعمالي.